يا مساء الفل، تعالوا نعمل البيتي فور السهل البسيط اللي بيتعمل في القمع بتاع الحلواني. قبل كده على القناة كنا عاملين بيتي فور المكنة. المرة دي هنعمل بيتي فور القمع، وهسيب لكم برضو المقادير بالتفاصيل، مقادير سهلة وبسيطة. انا اخترت ان انا اقول لكم مقادير بالكوباية، اي كوباية عندك هتعايري بيها وهتستخدميها هي اللي هتمشي معاكي في باقي الوصفة. البيتفور طالع تحفة زي ما انت شايفة، وناعم جدا، النقشة بتاعته واضحة، الروزتات ولا فرشت ولا كبرت حجمها في الفرن. تعالوا بقى طبعا معايا خطوة بخطوة. ما تنسونيش تعملوا لايك، ورمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. انزلوا بسرعة اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل وصفاتنا السهلة البسيطة. هنا بقى نفس كوباية باريكو حطيت كوباية من الزبدة ومعاها نص كوباية من السكر البودر. بضرب الاول الزبده كده ضرب شويه، وبعد ما تطرى معايا هنزل بالسكر البودر. السكر البودر لازم يكون معاكي مصفى صغيره كده تمشي فيها السكر عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات وتقرمش معاكي، واي مواد جافه لازم نمشيها على المصفى دي لحد ما احس ان لون الزبده بدأ يفتح معايا. وركزي ان الزبده كده بتكون بحراره الغرفه، والبيض بحراره الغرفه. فكل المنتجات بتاعتنا تخليها برا التلاجة بفترة عشان تعرفي تشتغلي كويس في البيتفور بتاعك. كده انا ضفت نص كوباية سكر بودر، وطبعا زي ما قلتلك لازم بتعديه على مصفى. يعني كوباية الزبدة الواحدة بتحط عليها نص كوباية سكر بودر. وزي ما انت شايفة اي مكون جاف معانا هنعديه كده على مصفى علشان ما تكونش في حاجة مخرزة معاكي وناشفة وانت بتاكلي كده، تبقى ناعمة وطرية خالص. البروتيفور بتاع الأم سهل وبسيط عشان ممكن يتعمل بالأقماع بتاعتنا اللي هي أقماع الحلواني أو كيس الحلواني. وطبعا شكل الأم هوريهولك برضو اللي احنا هنستخدمه. وطبعا كده انا بدي تقليبه بسيطه للسكر مع الزبده عشان لما اشغل المضرب الكهربائي عليهم السكر البودره ما يطيرش ويبهدلك الدنيا. فهشغل كده المضرب تاني على السكر والزبده. الخطوه دي بقى مهمه جدا جدا، لازم تضربي الزبده لحد ما القوام يبقى معاكي كانها عامله زي الكريمه كده او الكريم شانتيه، تحس ان القوام بتاعه لونه بقى فاتح اولا. تاني حاجة هتحسي انه كمان القوام بتاعه بقى فلافي قوي، او بصوا خفيف كده، يعني خلاص هش خالص. ده اهم خطوة، اهم خطوة في البيتيفور كلها، ضرب الزبدة مع السكر. اضربي بقى كده. وعايزة اقول لكم كمان لو ما فيش مضرب كهربائي بتلبسي جلافز في ايدك وبتشتغلي بايدك عادي جدا خالص. انا قبل كده عملته بايدي برضو وطلع حلو. فما تقلقيش من وجود مضرب كهربائي او عدمه. وهنفضل بقى كده نضرب فيها بالمضرب او المضرب اليدوي او بايدك زي ما قلتلك لحد ما تحس ان خلاص قوامها بقى فاتح والقوام كمان بقى فلافي كده. وكل شويه زي ما انت شايفه بالسباتولا بتقلبي المكونات طبعا عشان تتجانس، ما تبقاش فيه حاجه مضروبه وحاجه لا. بصوا بقى شايفين القوام بتاعها ده اللي احنا عايزينه. و يعني زي ما تضربي كده وتخدميها في الخطوه دي بتنفعك جدا. هنا بقى انا هحط 2 صفار بيضة. في ناس بتحط بيضة كاملة وصفار بيضة، انا بحط صفار بيضة، 2 صفار بيضة بتبقى حلوة جدا. اول صفار ضربناه، التاني اهو بنفصله، حطينا الصفار التاني. ومع الصفار التاني لما بنحطه بنحط معلقة فانيليا صغيرة وهنضرب. دوبي اول بضاية في الزبدة، بعدين لما لونها يختفي نزلي البضاية او صفار البضاية التاني، وبعد كده معاه الفانيليا وقلبي. اقول لكم تكه حلوه كمان كده واحنا شغالين اقول لكم عليها. هنا بقى بدات اضيف الدقيق، بالظبط معايا كوبايتين ونص من الدقيق. هكتب لكم كمان المقادير في صندوق الوصف، وكمان هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي كنت قبل كده عملته واشتغلت بمكنه البيتي فور. هنا طبعا بنزل الدقيق كوبايتين ونص زي ما قلت لكم، كل شويه بنخله لان المصفى بتاعتي كانت صغيره فبدخل طبعا حبه بحبه، ما ينفعش تنزلي الدقيق على طول.
هنا طبعا بنزل باقي الكمية، كنت بفصل عشان ما اضيعش وقت الفيديو. والمقادير بالظبط هكتبها لك كمان على الشاشة. الوصفة دي ناجحة جدا، من احلى الوصفات اللي عملتها في البيتي فور، وحقيقي كل مرة بجربها بتطلع ناجحة جدا. فبحب دايما بصراحة اشارك معاكم الوصفات اللي انا ببقى مجرباها اكتر من مرة، وواثقة في كل تفاصيلها. وزي ما قلت لكم الكوباية وحدي، الكوباية اللي هتعايري بيها السكر والزبدة والدقيق وحديها، ما تقلقيش هتطلع معاكي زي الفل. كده انا خلت كوبايتين ونص من الدقيق. هنا بقى التكة دي حلوة جدا معانا، هنضيف معلقتين كبار من النشا. النشا يا جماعة بينقل المعجنات والمخبوزات بجد لحتة تانية خالص، وجربيه كده على الكحك والبسكوت والبيتي فور، معلقة واحدة او معلقتين على حسب الكمية. هنا بقى حطيت ذرة بسيطة جدا من البيكنج باودر. ما تقلقيش البيكنج باودر بس هيخليها هشة شوية، ولا هتضيع بصمتها، ولا شكلها يختفي، ولا معالمها تختفي، ولا هتنفش، ولا اي حاجة. وهتشوفي انا مطلعاها زي ما دخلتها الفرن صغيرة، طلعت معايا صغيرة، ولا فرشت، ولا شكلها اتغير، ولا البيكنج باودر اثر عليها في اي حاجة. احنا بس هنا بنخلي ايه ما تبقاش مكتومة وتحسي فيها شوية فراغات. ساعات كده بتشتري بتي فور من بره تحس ان هو مكتوم، لا البيكنج باودر الذرة اللي احنا حطيناها بتساعد على ان يبقى فيه شوية فراغات كده في البيتي فور. هنا بقى احنا بنلم العجينة مش بنعجن يا جماعة، يعني يا دوبك بس بتلم الدقيق كده لحد ما الدقيق لونه يختفي، انت كده تمام. بتوصلي لعجينة ملزقة في ايدك، يعني مش عجينة مش بتلزق، لا لو مش بتلزق كده يبقى انت العجينة عضمت معاكي وهيقلب معاكي بسكوت. لازم العجينة تحس ان هي ملزقة شوية في الاخر. وهبدأ كده بقى اجيب كيس الحلواني وركبت فيه القمع بتاعنا اللي انتوا شفتوه ده، وهبدأ اعمل الروزتات بتاعتي. بصوا هنا احنا مش خايفين بقى انه يفرش مننا، حاطينهم جنب بعض عادي. انا بثبت لكم ان انا واثقة 1000000% من مكونات وصفتي، والحمد لله الواحد بيبلغ الحاجة اللي ضميره مرتاح وراضي عنها. شايفين انا في حاجات قريبة بوريكم كده، كنا بنحاول نجرب شكل تاني بس ما عجبناش فشلناه. الحاجات القريبة والحاجات البعيدة ولا حاجة لزقت ولا حاجة فرشت، كلهم طلعوا يعني متساويين في الشكل. هنا بقى تكة التسوية يا جماعة مهمة جدا. انتي بتحطيه حوالي دقيقتين 3 يتشمع على الصاج من تحت. طبعا بتسخني الفرن قبل ما تدخلي الصواني بتاعتك، وتكون الدرجة بتاعت الفرن عالية. وبعد كده بنرفعه على الشبكة بيكمل سوا حوالي كمان 10 دقايق. وطبعا لو حابة توصلي لنفس درجة اللون بتفتحي عليه الشواية، بس تكون دايما قاعدة جنب الفرن ومتابعاه عشان توصلي لنفس اللون اللي انا مطلعاه ده. بصوا ما شاء الله الروزات كلها نفس الحجم اللي احنا دخلناها، نفس الشكل. دول بقى كنا عاملينهم بمربى ومطلعين شوية حاجات كده فرماسيل عشان برضو الولاد يعني ايه يفرحوا برضو بالتزيين ده. بصوا بقى نعومتها، اوريكم واحدة كده كسر بسلاسة. انا عايزة اقول لكم واحنا بنمسكها بالراحة جدا لانها ناعمة وطرية. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الوصفة، وكل سنة وانتم بألف خير.